انسي الجلاش باللحمة المفرومة وجربي الجلاش بالفراخ. هش ومورق وطعمه في منتهى الجمال والروعة. اللهم بارك، تحفة جدا. من جماله مش هتبطلي تعمليه. شايفين الجمال؟ هقولك على كل التكات اللي تطلعه معاكي مقرمش من بره وطري من جوه وتحفة بالجمال ده. اللهم بارك، التسوية مظبوطة جدا، وبجد مفيش اجمل من كده. قبل ما نبتدي الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى ولايك وشير وكومنت حلو جميل زي قلوبكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في طاسة نزلت بمعلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت، ومعاهم بصلاية كبيرة متقطعة صغير شوحتها لحد ما اصفرت، ونزلت عندي بفراخ متقطعة مكعبات، ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، ونزلت عليهم كمان بفصين من الثوم وفلفل اخضر وكمان فلفل الوان. بعد ما شوحتهم نزلت عليهم بمعلقة من صلصة الطماطم، وسبت الفراخ عندي تستوي زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، ريحة الفراخ تحفة جدا. عندي نص كيلو من الجلاش. جبت الصينيه بتاعتي وقسمت الجلاش بتاعي بالشكل ده، ومهم ان احنا نغطيه بفوطه مطبخ. بحط ورقتين ورقتين. طبعا معايا 3 معالق كبار من السمنه الدايبه، 3 معالق بس، وما خلصناهمش كمان، يعني ما خلصناهمش على الكميه اللي معانا كلها. ما بين كل ورقتين بدهن مسحه خفيفه جدا من السمنه بالشكل ده. بنفس الطريقه بحاول احط الجلاش عندي بحيث اطراف الصينيه كلها يكون عليها جلاش بالشكل ده. وهنا الفراخ كانت اللهم بارك استوت معايا. نزلت عليها برشة من الجبنة الموتزاريلا، وابتديت اقفل الجلاش بتاعي بالشكل ده. برضو بدي مسحة خفيفة جدا من السمنة بنفس الطريقة. ما تبالغوش في كمية السمنة علشان ما يطلعش معاكم دسم زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة. تقدروا تستخدموا حشوة اللحمة المفرومة مفيش أي مشكلة، بس جربوا حشوة الفراخ دي متأكدة هتعجبكم جدا. قفلت الصينية بالشكل ده، وكنت سايبة عندي ورقتين من الجلاش. ابتديت أقفل بيهم الصينية بتاعتي بالشكل ده، بدخل الأطراف تحت الجلاش عشان تطلع معايا متساوية. ببدأ إن أنا أقطعها بالشكل ده. تقدروا تقطعوها مثلثات مربعات زي ما تحبوا. وابتديت أديها دهنة من السمنة على الوش بالشكل ده. دخلتها فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة. وده خليط التشريبة: نص كوباية من الشوربة، نص كوباية من اللبن، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح وفلفل اسود. والجلاش هنا كان ورق بعد ربع ساعة سقيته بالتشريبة ودخلته تاني، وبيخرج معايا بالشكل والجمال ده. اللهم بارك، تحفة جدا، هش ومقرمش وفي منتهى الجمال. جربوه، متأكدة هيعجبكم جدا.